عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. لو اول مرة تشوف القناة يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لايك كده للفيديو وتعليق حلو منك يشجعني ان انا اكمل. هنعمل ايه النهارده مع بعض؟ هنعمل كيكه الجيلي بكيكه اللي هي السبونج البيتي بطريقه سهله وبسيطه وجميله. احنا طبعا بقالنا فتره كده بنقدم وصفات بس للدايت، فانا بقدم ده وبقدم ده يا حبايبي عشان خاطر ايه؟ ما تتلخبطوش من دخولكم في الفيديو كده، ان انا القناه كلها مش هتبقى وصفات دايت بس، هنوع برضو يعني اللي انا بقدمه لاولادي، اللي انا الروتينات اللي انا بعملها، مشتريات، حاجات زي كده. هقدم ده وهقدم ده وانا ماشيه على الدايت زي ما انا. بس انا كنت في اليوم ده كنت عامله يعني كان عيد ميلاد ابني، فانا قلت اعمل له حاجه حلوه كده يكون بيحبها. نسمي الله بقى وندخل على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل بقى يعني ده عيد، يعني عيد ميلاد على قدنا كده بسيط، بحاجه هو بيحبها من غير ما تكلفي كل حاجه في البيت. هنعمل بقى اللي هو كيكه الاسبونج. تطلعي بقى منها جاتوه، جايلك ضيوف فجاه، تطلعي منها تورتايه، تطلعي منها. يعني انا بشوف ناس والله بيعملوا منها مشاريع كبات الجاتوه والحاجات ديت. بسم الله ما شاء الله فتح لهم باب رزق حلو جدا جدا جدا. ندخل بقى على الفيديو. انا بحط المقادير كلها يا بنات في صندوق الوصف، عشان وانا بتكلم ساعات كده بيسقط مني حاجات او كده، ببقى اكتب كل مقادير الحاجه اللي انا بعملها في صندوق الوصف. انا حطيت 4 بيضات ونص كوبايه سكر في العجان، هسيبهم ينضربوا مع بعض. جبت كوبايه وتلت من الدقيق وربع كوبايه من النشا، هحط عليهم معلقه كده، معلقه بتاعه الاكل كده بيكنج باودر. تمام. انا دايما كنت بشوف يعني اللي بيعملوا اللي هو الدقيق الاسبونج ده بيحطوا المحسن مع البيض والسكر. بصراحه بحس ان السكر ما بيتقل بسرعه قوي، وما بيكونش السكر داب. انا بحطه بقى في الاخر، والنتيجه ديت ادتني نتيجه احسن. بس حصل غلطه كده صغيره حصلت معايا، هقولها لكم عليها وانا شغاله برضو. انا كان ممكن والله ما يعني ما نزلش الفيديو او كده، بس يعني عشان خاطر لو حد لسه بيتعلم او حد لسه بيعملها وحصلت منه الغلطه دي، سهل جدا انه يتصرف ويصلحها. بعد بقى ما دوبت الدقيق بالنشا والسكر والبيض والحاجات دي، الكيكه ديت حساسه جدا جدا جدا، وهي ما فيهاش لا زيت ولا لبن ولا كلام من ده. هي سكر وبيض ودقيق بس، هي خطوات ولازم تعملي الخطوات دي صح. اهم حاجه بقى فيه والاساس بتاع الكيكه ديت ايه؟ اللي هو الاسبونج. ده اسبونج اللي هو بتاع المحسن، اقصد اسفه، المحسن الجل ده اساس الوصفه دي. المحسن، من غير المحسن مش هتطلع حلوه بصراحه، الا اذا بقى عملنا بقى ايه؟ عملنا الخطوات اللي هي كيكه الاسفنجيه بتاعت زمان، اللي هي بتفصلي البياض عن الصفار وتضربي البياض لوحده والصفار لوحده، وترجعي تحطي ده شويه وده شويه، ودي نسبه خطأها بتبقى كبيره قوي معانا يعني. فالمحسن الجل ده سهل علينا كتير. برضو انا عرفت والله من القنوات اللي هي عامله مشاريع وحاجات زي كده، عرفته عن طريقهم يعني. بس كده ضربت. شوفوا بقى لما بحط المحسن في الاخر بيتضرب، شوفوا عامل ازاي. الاسبونج معايا كان زي الفل لغايه الغلطه اللي حصلت مني، يعني حصلت غصب عني صراحه. هتشوفوها طبعا معايا. نزلت بقى الاسبونج بتاعي، لازم يبقى تقيل كده يا بنات، ونازل تقيل. انا مش عايزه اعملها طبقات، فالمقدار ده لو انت عايزاه اكتر من طبقه تحطيه في صينيه اصغر. انا حطيته في الصينيه المستطيله الصغيره، عشان انا ايه؟ كنت ناويه النيه يعني. هو طلع معايا اهو. اول ما بيطلع بقى بندخليه الفرن يستوي، واول ما يطلع بقى تغطيه بكيسه كده، او ورقه حتى من بتاعه طبعا بقى حاطه ورقه بقى من بتاع الحواوشي تحت ده، ومجنبه الورق ده عشان خاطر ساعات الاسبونج ده بيعلى قوي ويفور، ما يفورش بقى يطلع بره الصينيه. لا، الورق اللي احنا حاطينه في الجناب ده بي ايه بي بي بيعملوا بيحجزوا. الغلطه اللي حصلت معايا ايه بقى؟ انا استعجلت عليه صراحه وقلبته هو سخن، فاتبهدل معايا بالطريقه دي. بس ولا يهمني يعني، انا اتصرفت برضو. لازم طبعا بتقشري الوش بتاعه، بتقشري الوش على قد ما بتقدري، عشان الوش ده اللي بيبقى لامم زفاره البيض. انا بحاول اقلبه عشان اوريهولكم قد ايه كان عالي وكان متماسك وكان حلو، بس انا استعجلت عليه وهو سخن، فاتبهدل معايا كده واتقطع كذا حته. جبت بقى الصينيه البايركس بتاعتي، وقمت راح حاطه بقى جزء هنا، والاطباق اللي هي الصغيره الازاز دي اللي هي البيضاويه دي حطيتها برضو فيها. انا كده كده كنت ناويه اعملها كلها في نفس الصينيه اللي هي الالومنيا اللي كانت معايا دي، لو كان طلع سليم زي ما هو. فلما اتكسر معايا كده
عملته، ناس كتير بتعملها تورته بتكسره زي ما انا زي ما تكسر مني كده، وبتعمله تورته العلبه، وبتعمله في الاطباق اللي هي بتاعه الريزو وكده، وبيبيعوا منها وبيعملوا منها مشاريع حلوه جدا جدا جدا. ودي بقى يعني زي القشطوطه كده، بدل ما هنسقيها لبن، انا سقيتها شربات. انا جزأته بقى كده في الصينيه بتاعتي والاطباق الصغيره دي، يعني الكوبايه وتلت دقيق ديت والاربع بيضات طلعوا معايا الصينيه البايركس دي والثلاث اطباق دولت. هحط بقى طبقه كده من الكريمه، ده كريم شانتيه عادي، كريم شانتيه خام ضربته بشويه سكر وشويه ميه سقعانين ومعلقه باستر كريم. انا عملته معاكم قبل كده، فقلت يعني ايه ما اطولش عليكم الفيديو بخطوه زي ديت. كلنا طبعا عارفين بنضرب الكريم شانتيه ازاي، ولو حابين ان انا ابقى اعمله تاني في فيديوهات تانية ان شاء الله نعمله خطوه بخطوه باذن الله. هجزقه بقى كده وهدخله بقى التلاجة يجمد شويه، يشد شويه الكيكه الكريمه بتاعتي تشد شويه قبل بقى ما ازينه. تزينيه بقى تحطي عليه بقى صوص كراميل، تحطي صوص فراوله، صوص مانجا، اللي يريحك اعمليه في التزيين بقى النهائي. انا قطعت كده مانجا وعملت بقى جيلي مانجا، هعمله معاكم دلوقتي. وهحط على طبقه طبقه كده من الجيلي. هي انا مش عايزه طبقه سميكه على الوش ولا حاجه، انا عايزه بس حاجه تغطي المانجا كده وتدي لها كمان طعم حلو. جبت كوبايه من الميه السخنه، وده كيس جيلي اللي هو بتاع المانجا، وهحط عليه معلقتين كده من السكر، وهقلب كل الكلام ده مع بعضه. وهنزل بقى بالكيس اللي هو الجيلي ده، وهحط طبعا بقى الكريمه بتاعتي بالكيكه بتاعتي دخلت في التلاجة بقى تشد كده والكريمه بتنشف على وشها، عشان لما اجي احط المانجا والجيلي ما يسقطوش في قلب الكريمه كده. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. هحطها وهجيب بقى نص كوبايه ساقعه، جبت نص كوبايه ميه ساقعه كده من الكولمن، حطيتها عليها عشان خاطر ابردها، وهحطها على جنب تبرد. وسبت حوالي الكيكه بتاعتي دي في التلاجة حوالي عن ساعه ونص. كان في الوقت ده كان الجيلي بتاعي برد اهو زي ما انتم شايفين. فالكيك الاسبونج ده يا بنات حلو قوي وخفيف في الاكل، مهما كلت منه ما تتعبيش. هي زي فكره القشطوطه زي ما بقول لكم، بس القشطوطه بتتسقي لبن، انا سقيت الكيكه بتاعتي من الشربات الخفيف. زي ما انتوا اي سؤال بقى عايزينه ممكن يكون سقط مني كده وانا شغاله، يا ريت تسالوني تحت في التعليقات. والله انا بحب التفاعل جدا جدا، لما تدخلوا كده على الفيديو وتسالوني وارد عليكم. انا حابه التفاعل ده جدا جدا جدا، وربنا يكبر بخاطركم، يكبر بخاطر كل حد بيدخل يعني يقول لي كلمه حلوه، جزاكم الله خير الجزاء. هشكل بقى، جبت بقى مانجا قطعتها كده حتت صغيره، وهجزقها بقى على الاطباق بتاعتي ديت، على الصينيه اللي هي البايركس دي والاطباق دي. وان شاء الله هعمل معاكم بقى ازاي بقى يبقى عندنا دقيق ونعمله بقى دقيق اسبونج جاهز. ان شاء الله هعمله معاكم قريب جدا جدا باذن الله. طريقه حلوه جدا وبسيطه، وانا شفتها برضو صراحه على قناه كده على الفيسبوك. هجربها وهجربها معاكم برضو ونشوف هتنجح معانا ولا ايه. الجيلي بتاعي طبعا برد، انا سايباه بره التلاجة عشان يفضل كده سايل. هجزقه بقى على الاطباق بتاع الصينيه بتاعتي وعلى الاطباق الصغيره بتاعتي دي اهو زي ما انتم شايفين كده. هحاول اجزأ على قد ما بقدر. في طبعا جيلي نزل كده على الكيكه من تحت، وفي فضل ثابت في وسط المانجا كده عادي جدا. دخلته طبعا التلاجة حوالي عن ساعتين 3 كمان زي ما انتم شايفين كده. بدأت بقى اقطع بقى. كان في طبق بقى، انا كنت عايزين شايفين كده كانوا 3 اطباق في طبق اتاكل بألف هنا. تمام. وده كان عيد ميلاد ابني، يعني حاجه بسيطه كده فرحته بيها برضو، عاديه، حاجه مش مكلفه، حاجه موجوده في البيت. المانجا دلوقتي كتيره جدا ورخيصه الحمد لله السنه دي، يعني حلوه جدا جدا، وحاجات كلها في البيت. يعني الكريم شانتيه بس كده، انا بجيب الحاجات دي دايما بتبقى موجوده عندي عشان بحب افرح ولادي بالحاجه اللي بعملها بايدي. فرحي ولادك وابسطيهم، حتى لو عامله دايت برضو. انا كلت على فكره قطعه من الكيكه ديت، ما سبتهاش يعني. كلت قطعه كده صغيره، قطعه اللي هي كانت في الجنب اللي في الصينيه دي. ده الفيديو بتاعي يا حبايبي النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.